السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد يا رجال من الباطل. المهم اليوم موضوعنا بسبب المغتربين وما أدرك من المغتربين. في ناس والله إننا أعرفهم شخصيا هنا في السعودية، داخلوا من اليمن يشتغلوا يطلبوا الله. تمام، شفنا لهم عمل وأصحابهم شافوا لهم عمل ووديناهم العمل، يوصل يفعل ساعة ثلاثة ولا يوم يوما وخرج من العمل. ليش؟ قال العمل تعب. تمام، تودى العمل الثاني يفعل يوم يوما وخرج، قال العمل تعب. تودها العمل الثالث يفعل يوم يومين، قال العمل تعب. صلينا على النبي. أنت دخلت يا صاحبي من اليمن تطلب الله، ولا دخلت يعني تشتي تترفه وترقد وتنام بالعزبة؟ أكيد دخلنا نطلب الله، وما بش حاجة اسمها شغل مريح ولا شغل متعب. الأشغال كلها متعبة، وأتحدى أي مغترب ينكر هذا الكلام، إن الأشغال ما يكون لها تتعب الإنسان. تمام، لذلك أنت دخلت من اليمن وخسرت حقك، وقد ربما بعت ذهب وبعت كل شيء ما تحتك وما فوقك، ودخلت تطلب الله وترزق الله، وأبوك وأمك وأهلك وأخوانك وخواتك ساهنين منك إنك تطلب الله وتعتمد على نفسك. تمام، أنت وصلت لها تمكن الدنيا رقودة ونوم داخل العزبة. ليش ما تطلب الله بعد حالك؟ ليش ما ترفع راس أبوك وأمك؟ الرقودة ما تنتج شيء ولا تثمر شيء، النوم داخل العزبة. لذلك كل واحد يكون يتعامل بالبصر، يكون يعرف مو الحق مو الباطل، ويعرف انه دخل من اليمن يطلب الله على عمره بأي شغل. الشغل مش عيب، اشتغل يا أخي، اطلب الله، كد اكرف، ايش المشكلة يا أخي؟ لا تنام. أكبر ضياع وأكبر بطال إنك تنام داخل عزبة. ونصيحتي للآباء يكون يتابعوا بعد أبنائهم، هل يشتغل ما يشتغلش، يطلب الله ما يطلبش الله. والله حرام إنه يدخل من اليمن بمبالغ باهظة ويوصل لهاني ينام يقول لك العمل تعب. إحنا دخلنا نطلب الله أي عمل، ما بش حاجة اسمها، وبنفس الوقت ما يقدرش حتى يقري ولا يقدر يكتب اسمه، وعادي يقول لك العمل تعب. حمارة يا أخي، عينك واحد مكتب يا أخي. اطلب الله بعد حالك، لا تجلس نوم بالعزبة، لا تجلس راقد بالعزبة. المهم يا رجال، وهذا كلامي وسلامتكم. كل واحد ينتبه على عياله.